المائدة المستديرة اليوم حاولنا من خلال واحد التجربة ديال الأبناك ديال تركيا وديال الكاميرون وواحد لاغريتك اللي معنا أننا نتبادلوا تجارب فيما يخص مقاربة تمويل سلسلة تربية الماشية في البنك الفلاحي. فكما شفتوا كل واحد قام بالعرض ديالو، كل دولة كل بنك دابا عنده الخصوصيات، كل حالة ديال تربية الماشية والقطاع كل دولة عنده الخصوصيات ديالو، وحنا قدمنا كيفاش القرض الفلاحي كيواكب هذه السلسلة كجميع السلاسل، من التمويل إلى التحويل إلى التصنيع إلى التسويق. وحاولنا نوريو بأن القرض الفلاحي اللي كيمثل 87% ديال التمويلات الفلاحيه في البلاد بانه بنك رائد وعنده جميع قنوات التمويل باش يواكب جميع المتدخلين من الفلاح الصغير حتى الشركه الكبيره اللي كتتصدر ولا اللي كتسوق هنا. والحمد لله راه مثلنا المغرب هذا، واستفدنا كذلك من العروض الاخرى وتقاسمنا هذه المقاربات. وغادي ان شاء الله المائده المستديره غتكون كل سنه وغيتزادوا معنا ابراك اخرين اللي ما قدروش يوصلوا اليوم، وغادي نشوفوا مواضيع اخرى. احنا كنا من الناس اللي مع المعرض من الاول، والرئيس المجموعه البنك هو رئيس الجمعيه اللي كتشرف على الانجاز ديال هذا المعرض. وهذا المعرض اليوم اصبح واحد الفيترينا ديال التقدم الفلاحه والتطور اللي عرفته الفلاحه ديالنا. وهذا الشيء كيرجع بالفضل ديال الفلاحه وديال المهنيين في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيه. وحنا كبنك كنديروا واحد ستوند كبير راكم زرتوه، وكان هذه وجبه باش كنشوفوا مع الفلاحه ديالنا والزبناء ديالنا، نعاودوا نوضحوا لهم العروض ديالنا، نصنتوا لهم، نحسوهم على هذه العروض اللي خاصه بالتحولات المناخيه وبالاستدامه، وكذلك بجميع العروض ماشي غير في القطاع الفلاحي، كذلك العروض الشخصيه. حنا بنك شامل كيمول جميع القطاعات، الاشخاص الذاتيين المهنيين، الشركات، لي زوتيل، لي ريستورون، لي زاندستري شيمي، اي مشروع كان مزيان كنمولوه. ولكن عندنا مهمه سوسيو فلاحيه اللي كنفذوها في اطار بنكي محض، وباش الدوله ديالنا تقدم وباش الفلاح الصغير ديالنا يتقدم.